يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وحقق نادي الزمالك الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات أمام أبو سليم الليبي بهدف نظيف وأمام سوار الغيني ب4 أهداف دون مقابل. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق ساجراد الأنغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم السبت القادم 9 ديسمبر في 6 مساء بتوقيت القاهرة 7 بتوقيت السعودية وقطر على استاد السلام. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه فريق أبو سليم في المركز الثاني ب3 نقاط بفارق الأهداف عن ساجراد الأنغولي، ثم سوار الغيني في المركز الرابع بدون أي نقاط. وتم تأجيل مباراة نادي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري، والتي كانت ستقام يوم الخميس بعد قرار الكاف بتقديم موعد مباراة الزمالك وساجراد لتقام يوم السبت بدلاً من يوم الأحد. ويتبقى لنادي الزمالك خوض مباراتين في شهر ديسمبر الحالي بعد مباراة ساجراد، حيث سيواجه نادي الزمالك المصري البورسعيدي في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري يوم الخميس 14 ديسمبر. ثم يواجه نادي الزمالك فريق ساجراد الأنغولي في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء 20 ديسمبر. وأبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق القادمة أمام ساجرادا. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة لمواصلة تصدره ترتيب المجموعة والوصول للنقطة التاسعة للاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي لتسهيل مهمة الفريق في المباريات القادمة التي سيخوضها خارج الأرض في بطولة الكونفدرالية.